السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر اليوم: ترامب يمنع دخول مواطني هذه الدول إلى أمريكا، من بينهما ليبيا وإيران. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يفرض قيودا صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينهما عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى، وأثار حينها موجات من الجدل القانوني والسياسي داخل البلاد. ووفقا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من يوم الاثنين 9، ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال والسودان واليمن. كما فرضت إدارة ترامب قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى، هي كوبا، لاوس، سيراليون، توغو وفنزويلا، حيث يتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يمنع دخولهم باستثناءات. ويأتي القرار في أعقاب هجوم استهدف تجمعا مؤيدا لإسرائيل في مدينة بولدور بولاية كولورادو يوم الأحد الماضي، حيث اتهمت السلطات الأمريكية رجلا يدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد